السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وصحة فطوركم. أولا أعتذر عن الفيديو اللي فات، الناس الكل تحكي على الموسيقى تاع الفيديو، والله ما نعرف كيف خدعتني الموسيقى هذه، ما انتبهت لهاش أصلا. على كل حال نقصوا في الفوليوم تاع التليفون يولي الصوت اقوى من الموسيقى. اللي حط الفوليوم ماكسيموم يسمع الموسيقى اقوى من الصوت. على كل حال سامحونا وخلاص، هذا واش راح نقول لكم. اما بالنسبه للاستاذ، يا استاذ شفت لك فيديو تضحك وتستهزئ بتسميه الجزائر بالعملاق النائم قد استيقظ، ونط تمسخر وتطنز مع المتابعين نتاعك على الجزائر كيف سموها هذا الاسم. على كل حال اروح نقريك شويه يا دكتور، روح نقريك شويه. روح شوف، لو كان تسالني يا الشبل تقول لي كيف تتمنى الجزائر، يعني نهضة الجزائر، نقول لك نتمنى أنه الجزائر تكون عندها نهضة مثل نهضة الصين، لأني أنا إنسان مبهور بدولة اسمها الصين، لأنك لما تقرأ تاريخ الصين تنبهر. أوكي، نعطيك بريف قصير. قبل سنة 1978 الصين كانت مستنقع، دولة فقيرة مجهولة ولا واحد يسمع بها، ما عندها سياسة، ما عندها زراعة، ما عندها تجارة، ما عندها صناعة، ما عندها والو، منبوذة، دولة منبوذة. وكان ضمن هذا الدولة في شخص اسمه ليون شيو. ليون شيو هذا كان مبهور ويتابع ويراقب في سنغافورة والنهضة نتاعها، ومن بعد ولا يتابع في أيضا اليابان، كيف اليابان عودت بنات نفسها وعودت نهضت بعد النووي اللي انضربت به وكذا وكذا. وكان أيضا مبهور بنهضة كوريا الجنوبية اللي حولت الحديد إلى ذهب. سنة 1978 جا ليون شيو هذا، وأول حاجة دارها أنه كانت عنده تقريبا حوالي مليار من العمالة، أعرضها على الدول العالم باطل. ما راحش للعالم قال لهم عاونوني، أرواحوا نعتوا لي كيف نخدم، أرواحوا بنيوا لي، لا، أذكى الأذكياء. كانت عنده تقريبا مليار من العمالة، الفقر ماكل الصين، مستنقع قاعد نقول لك. أعرض العمالة باطل على الدول هذه، الدول المصنعة، أعرضهم باطل، وروح تخدم برك باطل، مهم تاكل وتشرب وترقد. وراحت العمالة، خصص مناطق كبيرة كبيرة وكبيرة جدا سماها الفريزون، المناطق الحرة، للمستثمرين باه يجيو ويبنيوا ويصنعوا ويصدروا وما يدي عليهم ولا ضريبة. حتى أنه عرض الموانئ الصينية لهذه الدول بمبالغ رمزية. حتى الأوروبيين كانوا يقولوا الدولة هذه دولة غبية على الصين. ولكن الصين كانت تبني في البنية التحتية تاعها، كانت تتأطر وتجهز في نخبتها وخبرائها. ولما خلصت الصين ووقفت على رجليها وبدات تبني في المصانع نتاعها واستردت العمالة نتاعها باه تشغل المصانع نتاعها، اكتشف ليون شيو، هو اللي دار الثورة اللي موجودة الآن في الألفية هذه. اكتشف ليون شيو أنه اقتصاد الكوكب الأرض هذا لن يكون إلا بالأتربة النادرة. التكنولوجيا اللي جاية هذه كلها المفتاح نتاعها هو الأتربة النادرة. أي ما معناه إن كانت لك الأتربة النادرة عندك، كل العالم يجي تحتك، كل العالم راح يركع لك. فبدا ليون شيو يخطط كيف يستحوذ على مناجم كل الدول الفقيرة المتواجدة في هذا الكوكب. سيطر على كل أفريقيا، سيطر على كل آسيا، عقود وراء عقود.
لما بدات المصانع الصينية تنتج وتخدم، فطنت أمريكا والدول الأوروبية متأخرة، ولات تحوس على الأطربة النادرة. ما كانش الجيل هادي تقولها تاع الصين، الجيل هادي تقولها تاع الصين، الجيل هادي تقولها تاع الصين، فاقوا متأخرين. أمريكا وش ولات تدير؟ قالت لك مازالوا لنا زوج دول اللي هي أستراليا وكندا. راحوا لأستراليا وكندا باه يفاوضوا معاهم الأمريكان والأوروبيين، قالوا لهم لا، ما نودوش الأطربة اللي موجودة تاعنا حنايا، احنا نخدموا بها، احنا نشغلوا بها المصانع نتاعنا احنا. في اللحظة هذه يجي عمك تبوني، قعد مع وليداته خبراءه وكيفاه النضوء بالجزائر. ما عليك إلا أن تسلك طريق طريق الصين. الجزائر عندها المقومات، نلعبوا بالمقومات الموجودة عندنا، ما نبقاوش نعتمدوا على الريع، الطاقة، البترول وكذا. وشي هو نوض المناجم والصناعة والإنتاج والزراعة وكان هذا هو المنهج. هنا فجأة تبرز الجزائر على الساحة الدولية أنه أنا جيت بمشروع واثنين وثلاثة وربعة وخمسة، كل العالم بقى مبهور يتفرج. مجنون. نعم، عمك تبون قال لك هذه المشاريع راح تكون بلا ديون، قال لك هذا مهبول. والحمد لله غار جبيلات انطلق، وهذا هو سر 2027. يعني 2027 العالم سيسعق، مش انتم ستسعقون، العالم سيسعق. وش اللي كاين في 2027؟ الله غالب ما نقدروش نهضروا لك برك. في 2027 العالم سيسعق. فلهذا لما أمريكا شافت أنه أستراليا وكندا ما كانش، ولهذا أمريكا اتجهت ماذا؟ طلقت الأوروبيين وطلقتهم، وراح تجري على ماذا؟ تحرشت بكندا، وبعدها راحت لجرينلاند، لأنها تريد أن تضمن الموارد لتشغيل المصانع نتاعها وتخلق في الفوضى، خصوصا إيران، لكي تقطع الطريق على على الصين، طريق الحرير. وإذا كان حطت يدها أمريكا على إيران، الله أكبر. خلي كملوا لك الفيلم في الحلقة الثانية. السلام عليكم. لازم تتعلم يا أستاذ.